يا أهلا بكم متابعين فيلم طياري. قبل ما نبدأ ملخص النهاردة أفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير، واللي بيتفرج علينا ولسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس. الفيلم بيبدأ في بار وهم في حفلة الكريسماس، ومن ضمن الحاضرين واحدة اسمها لينزي، ولينزي بتفضل تدور على جوزها جيف في الحفلة، وجوزها بيكون سايب الحفلة وواقف بره متضايق لأن عليهم كارد للبنك اللي لينزي شغالة فيه، وجيف بيوعدها إنه هيسد الكارد خلال السنة الجديدة، وبياخدها علشان يروحوا وبيسألها عن أختها علشان تروح معاهم، لكن لينزي بتعرفه إن أختها مروحة مع واحد صاحبها. وهما في سكتهم جيف بيكون سايق بسرعة لأن الطريق فاضي، وبيخبط في واحد. بينزلوا يشوفوه وهما مرعوبين، بس الراجل بيكون لسه عايش لكن بينزف كتير. بيحاولوا إن هما يتصلوا بالطوارئ لكن مفيش شبكة، فبيضطروا إن هما ياخدوه يوصلوه للمستشفى بنفسهم، لكن للأسف وهم في الطريق الراجل بيموت. وجيف بيزعق للينزي بيجبرها إن هي تروح على بيتهم لحد ما يفكروا هيتصرفوا إزاي. ولما بيوصلوا جيف بيلاقي إن نمر العربية واقعة. بيقرر إنه يروح للشرطة ويقول لهم إن الحادثة حصلت بسبب إن الراجل كان قاعد على الطريق وهو ما قدرش يشوفه، وفعلا بياخد الراجل وبيمشي. ولينزي بتفضل في البيت، وبعد شوية أختها هانا بيوصلها واحد لسه متعرفة عليه، وهانا بتدخل البيت وبتنادي على لينزي وعلى جيف، ولما محدش بيرد عليها بتطلع تبص على عربيتهم. بيكون وقتها جيف رجع بالعربية والراجل اللي مات، وهانا بتلاقي العربية مفتوحة وبتقع جثة الراجل. هانا بتتخض وبتفكره عايش، وبتفكر إن هو هيتهجم عليها فبتضربه بالنار. ووقتها جيف بيكون لسه داخل البيت وبيسمع هو ولينزي صوت واحدة بتصرخ، وهانا بتجري عليهم وبتكون خايفة ومفكرة إن هي اللي قتلته، لكن لينزي بتدخلها تحت المية وبتهديها وبتفهمها إن الشخص ده ميت من الأول بسبب الحادثة. وبعدها لينزي بتسأل جيف هو ليه رجع بالجثة. بيقول لها إنه هو خارج لقى عربية الشرطة وواقفة مكان الحادثة، فخاف إن هما يعتقلوه فرجع تاني. فلينزي بتقترح إن هي تحكي للمحامي بوب، بس جيف بيفهمها إن بوب هيطلب إن هم يسلموا نفسهم، وجيف شايف إن قبل أي قرار ياخدوه لازم يعرفوا مين الراجل ده الأول. بيفتش في المحفظة بتاعته بيلاقي فلوس بياخدها، وبيتصدموا لما بيلاقوا معاه ورقة بعنوانهم، معنى كده إنه كان في طريقه ليهم. جيف بيتعصب عليها وبيسألها هي عملت إيه يخلي راجل غريب يروح لهم، وبيرمي عليها التهم إن هي السبب كل المشاكل، وحتى القروض اللي عليهم بسببها هي. لينزي بقى مش بتستحمل وبتتعصب عليه، وبتقوله إن لولا شغلها ما كانش هيكون في حد بيصرف على البيت، وهو طول اليوم قاعد من غير شغل. وجيف بقى بيغير الموضوع وبيقول لها إن الشرطة لو لقوا نمر العربية هيعرفوا وهيلاقوهم في بيتهم. جيف بيحاول يهديها وبيقول لها لو الشرطة جات لهم هيقولوا إن هم خبطوا غزالة، وبالنسبة للجثة دي هو بقى لسه هيفكر يتصرف فيها إزاي. ولينزي بتوافقه وبتساعده. بياخدوا الجثة بيلفوها في مشمع وبيخبوها في دولاب الجراج. والصبح جيف بيحاول يصلح عربيته فالباب بيخبط. لينزي بتشوف من عين السحرية بتلاقيهم 2 من الشرطة، بتفتح لهم طبعا وهي مرعوبة، وهم بيعرفوها على نفسهم، وبيكون واحد اسمه كامبل والتاني فيرون. وفيرون بيتأكد منها إن جوزها اسمه جيف، وكمان بيسألها هي كانت في الشارع بالليل متأخر. لينزي بتقوله إن هي كان عندها حفلة في البار تبع الشغل. وفيرون بيرجع يسألها مفيش أي حاجة غريبة حصلت وهي في طريقها للبيت. لينزي بتقول لهم وهي متوترة إن هما خبطوا غزالة صغيرة بس هي فضلت عايشة وجرت، لكن الضباط طبعا بيلاحظوا إن هي متوترة، بيدوها نمر العربية وبيطلبوا إن هما يفحصوا العربية. لينزي بتاخدهم وبتدخل لجيف، وجيف بقى مفكر إن لينزي داخلة لوحدها، فبيغلط وبيقول إن هو عايز يستخدم الكلور علشان لسه عايز ينظف أجزاء في العربية. فطبعا الضباط بيسألوه عن اللي حصل، وهو بيقول نفس الكلام اللي لينزي قالته، لكن في حاجة واحدة مختلفة بس بيقولها، إن الغزالة كانت كبيرة ومراته قالت إن الغزالة كانت صغيرة. ففيرون طبعا بيقوله إن مراته قالت إن الغزالة كانت صغيرة. جيف بقى بيلحق نفسه وبيقول لهم إن لينزي مش بتفهم في الغزال. كامبل بيبدأ يفتش في الجراج بهدوء، ولينزي بتفضل تتكلم معاه علشان تعطله. وفيرون بيعرفهم إن جات لهم مكالمات امبارح بالليل من أشخاص بتشتكي من أصوات غريبة، ولما راحوا المنطقة لقوا عربية متعطلة على الطريق على بعد قريب من المكان اللي قالوا إن هما خبطوا فيه الغزالة. وكامبل بيقول لجيف إنه ملاحظ إن عربيته باين عليها
آثار الصدمة وما ينفعش يمشي بيها كده. وقبل ما الضباط بيخرجوا هانا بتصحى والضباط بيشوفوها وبيسألوها هي كانت معاهم في العربية. هانا بتقول لهم لأ، هي كانت في الجراج. ولينزي بتقول لهم هي بس كانت نايمة وكانت سكرانة فمش عارفة هي بتقول إيه. هانا من الخوف بتعرفهم إنها لسه صاحية ومش فاهمة أي حاجة بتحصل، وبيجي بلاغ للضباط بيخليهم يمشوا قبل ما يتكلموا مع هانا. وجيف بيتعصب على هانا وبيقول لها إنه كان بيحاول يحميهم بس هي بوظت كل اللي بيعمله. وهنا بتقول لهم إن ده كان غلطها، وبتحكي لهم إنها اتعرفت على شخص اسمه ريتشارد، وريتشارد كان بياخد فلوس من الناس وبيشغلها، وريتشارد ده اتقتل من شريكه. وبتحكي لهم إنها راحت الشقة اللي كانت عايشة فيها مع ريتشارد، لقت الشقة متكركبة وفي دم في كل مكان فهربت. وريتشارد قبل ما يموت كان دايما متوتر، وقال لها لو حصل حاجة تشوف مكان آمن تقعد فيه، علشان كده هي جت هنا قعدت مع لينزي وجابت الشنطة اللي كانت مع ريتشارد. وهنا بتكون معتقدة إن الراجل اللي مات في الحادثة كان جاي البيت علشان يقتلهم زي ما قتلوا ريتشارد. وجيف بيفتش الشنطة اللي مع هانا وبيلاقي فيها تمثال بيتفتح بيكون جواه حجز غرفة في بيت. ولينزي بتعرف جيف إن أصحابهم روني وجون احتفلوا بعيد جوازهم في نفس البيت. وجيف بياخد هانا وبيروحوا البيت اللي فيه الحجز، ولينزي بتفضل في البيت علشان لو الشرطة جت تاني. وفعلا بعد شوية بيجيلها المحقق سميث وبيسأل عن جيف، ولينزي بتقوله إن هو خرج، فالمحقق بيصمم إنه هو يدخل يتكلم معاها. وعلى الناحية التانية جيف وهانا بيوصلوا البيت، وهانا بتقوله إن هي هتدخل البيت لوحدها وتحاول تتصرف لأن ده غلطها ولازم تصلحه. والمحقق بقى بيسأل لينزي عن تفاصيل الحادثة، وهي برضو بتكون عند نفس كلامها وبتقوله إن هي حكت للضباط الصبح كل اللي حصل. وبيسأل أختها مقيمة معاهم، فلينزي بتعرفه إنها قاعدة معاهم بشكل مؤقت بس هي حاليا بره مع جيف. المحقق بيفضل يقرب منها ولينزي خايفة منه وبيصدمها لما بيسألها فين الجثة. لينزي بتتزنق وبتخاف منه وبتحاول تدافع عن نفسها بسكينة، فسميث بيضربها. وعلى الناحية التانية هانا بتخرج من البيت بعد ما دخلت الغرفة اللي ريتشارد كان حاجزها وكان سايب فيها $50,000. هانا بتدي الفلوس لجيف اللي بيفرح طبعا بالفلوس علشان أخيرا هيسد الكارد. نرجع للينزي وبيكون المحقق ربطها وكتم بقها وبيفضل يهددها لو ما بطلتش عياط هيقتلها زي ما عمل مع حبيبته القديمة. وبيفضل يضرب في لينزي وبيسألها فين الجثة، ولينزي بتعترف له بكل حاجة وبتعرفه إن الجثة موجودة في الجراج. وسميث بيسألها إزاي بنت حلوة زيها تتجوز واحد كان شغال مهرج، وطبعا بيكون قصده على جيف. وبنفهم إن سميث عارف كل المعلومات عنهم. وبيرجع تاني يسألها هانا وجيف راحوا فين وبيهددها بالسكينة، لكن لينزي مش بتقول. وعلى الناحية التانية بقى جيف بيخطط مع هانا إن هما ما يقولوش للينزي إن هما لقوا الفلوس ويقسموها مع بعض، لكن هانا بترفض وشايفة إن أختها لازم تعرف. جيف بيكذب عليها وبيقول لها إن هو كان بيختبر بس حبها لأختها. نرجع لسميث وبيسيب لينزي وبيروح يفتش في الجراج لحد ما بيلاقي الجثة، وبعدها بيطلع بيعمل قهوة في المطبخ بتاعهم. ولينزي في المخزن بتحاول تفك نفسها وبتقدر إنها فعلا تفك نفسها وبتطلع تدور على سميث وبيكون بيفتش في البيت كله. ولينزي بتشوفه وبتكون وراه بتخبطه بخشب على دماغه وبيفقد الوعي، وبعدها بتعالج الجروح اللي عندها. وجيف وهانا بيرجعوا وبيلاقوا عربية قدام البيت، وجيف بيدخل يسأل لينزي عربية مين وبيعرفها إن هم لقوا $50,000. فلينزي بتاخدهم وبتوريهم سميث اللي بتكون ربطته مكانها. وهنا بتكون تعرفه بس محدش بيديها فرصة تتكلم ولا بيسمع لها. وجيف بيقول لها تطلع أوضتها وبيضرب سميث وبيسأله مين تاني يعرف إنه هو هنا. سميث بيقول لهم إنه هو عايز يتكلم مع أختها. ولينزي بتعتقد إن سميث هو شريك ريتشارد اللي قتله وكان عايز يقتل هانا. وسميث بيهددهم لو ما جابوش هانا يتكلم معاها لوحدهم في شخص تاني هيموت، وممكن يكون جيف أو ممكن يكون هو. فلينزي بتوافق إن هي تنادي أختها علشان يتكلم معاها، وهي رايحة تناديها بنعرف إن هما كانوا عايشين مع بعض. ولينزي سابتها ومشت، وهنا بتقول لها إن هي عانت كتير بعد ما سابتها لوحدها وما كانش ليها حتى أصحاب. وأول ما هانا وسميث بيكونوا لوحدهم هانا بتقوله إنها فكرته ميت، وهنا بنفهم إن سميث يبقى هو ريتشارد، وبتسأله إزاي نزف كل الدم ده وما ماتش، فبيفهمها إنه ما كانش دمه اللي في الشقة أصلا، وإن الشخص اللي كان ماشي وراها ده كان هو اللي ماشي وراها علشان يطمن إنها كويسة.
وبيأكد لها إنه ما كانش قاصد خالص إنه يأذي أختها، وهي اللي اتهجمت عليه بسكينة فكان لازم يدافع عن نفسه. بيسألها عن الفلوس وهنا بتقوله إن الفلوس معاها. ريتشارد عايزها تفكه وهيقسم الفلوس مع أختها وجوزها وبعدها يسافروا، لكن هنا عايزة تطلع تحكي لهم الحقيقة الأول وبعدها ترجع تفكه. ولما هنا بتطلع لهم مش بتعرفهم إن هو ريتشارد، وبتقول لهم إن هو طالب يقسم معاهم الفلوس ويمشي من غير ما حد يتأذي، لكن جيف بيرفض وبيفهمها إنه بيكذب عليها. بعدها هنا بتدخل أوضتها ولينزي بتتكلم معاها وبتحاول تفهمها إن جيف خايف عليهم وعايز يحميهم. هنا بقى بتحكي لأختها إنها لما كانت مع جيف حاول يقنعها إن هم ما يقولولهاش على الفلوس اللي لقوها، وبتقول لها بلاش تثق قوي كده في جيف. لينزي بقى بتتصدم وبتكون مش قادرة تصدق إن جيف عمل كده، وبتركز في الأسورة بتاعت هنا اللي لابساها وبتفتكر إنها شافتها قبل كده. بتطلع من الأوضة بتلاقي جيف كان بيسمعهم من بره وبيقول لها إن هانا بتكذب، وبتدخل لينزي تشوف السلسلة اللي ريتشارد لابسها بتلاقيها نفس شكل الأسورة اللي مع هانا. فلينزي بقى بتقول لجيف إن اللي جوه ده يبقى ريتشارد حبيب هانا والفلوس أصلا بتاعته. ولينزي بتخلي جيف يحط لزق على بق ريتشارد وبيفضل يحط مسامير في ضوافره علشان يجبروه يقول لهم الحقيقة كلها. وهنا بتكون بره وسمع ألم ريتشارد بس مش بتدخل. وبعدها جيف بيقنع لينزي إن هما يقتلوا ريتشارد ويخرجوا الجثتين بالليل. لينزي بتعترض وبتخاف، وجيف بيقول لها إن ده مجرد دفاع عن النفس، لأن لو مشوا ريتشارد هيفضل يطاردهم باقي حياته. فلينزي بتقتنع بكلام جوزها وبيقنعها كمان إنه هيبعد هانا بس مش هيأذيها لحد ما يتخلصوا من الجثتين وبعدها ياخدوا الفلوس ويكملوا حياتهم بيها. وجيف بينقل الجثة بتاعت الراجل في العربية وبيكسر له أسنانه، ولينزي بتروح تنادي هانا علشان تمشي مع جيف لمكان آمن، ودي بتكون خطة بين جيف ولينزي بتلاقي في أوضة هانا حجز غرفة تانية في نفس البيت، وهانا بتقول لها إن هي حاجزة أوضة هناك. وقبل ما هانا تنزل بتقول لأختها إن الراجل اللي في المخزن ده يبقى ريتشارد. فلينزي بتقول لأختها إن هي عرفت ده، وقبل ما هانا تمشي بتحضن أختها وبتعيط. وأول ما بتخرج من الأوضة جيف بيكتفها وبيغمي وشها وبيرميها في المخزن مع ريتشارد وبيقفل عليهم. وريتشارد بيقول لهانا إن كده أختها وجوزها بيخططوا لأذيتهم، وبيكون عايزها تمشي ورا صوته وتقرب عليه، وفعلا هانا بتعمل كده. على الناحية التانية بقى جيف بيحضر مخدات علشان لما يقتل ريتشارد صوت الطلقة ما يبانش، وبيدور على الفلوس في المكان اللي هو حطهم فيه مش بيلاقيهم، وبيلاقي لينزي بتتكلم في التليفون وبتقول عنوانهم وبتقول للشخص اللي بتكلمه يجي في أسرع وقت. ولينزي شافت مع جيف مخدتين مش واحدة بس، فبتفهم إنه هو عايز يقتل أختها فبترفع عليه المسدس. وفي الوقت ده هانا بتكون قربت من ريتشارد وقدرت إنها تشيل الرباط من على وشها، واستخدمت الإسورة الحادة اللي معاها وفكت إيد من إيد ريتشارد وهو بيكمل وبيفك نفسه. وجيف بقى بيحاول يقنع لينزي إن هانا سرقت الفلوس وإن هي مش في صفهم، وبياخد منها المسدس وبيضربها. وريتشارد بقى بيكون لزق إيده المجروحة وبيخنق هانا لحد ما بيموتها. ولينزي بتزق جيف وبتهرب منه وهو ما بيكونش ناوي يأذيها، وبينزل يدور عليها في الجراج لحد ما لينزي بتيجي من وراه بتزقه علشان تهرب، لكن هو بيوقعها على الأرض وبيقول لها إنه بيحبها ومش هيأذيها. وريتشارد بيدخل وبيقتل جيف ولسه هيقتل لينزي، بس هي بتقوم وبتحاول تهرب منه لكن بيمسكها وبيضرب فيها وبيحاول يقتلها. لينزي بتلاقي جنبها أداة حادة بتطعنه في رقبته بس مش بيموت، وبياخد المسدس علشان يقتلها. في الوقت ده لينزي بتلاحظ إضاءة عربية الشرطة فبتزحف على الأرض وبتقدر إن هي تضغط على زرار بيفتح باب الجراج والشرطة بتكون وصلت، وريتشارد مسك المسدس والضابط فيرون بيقتل ريتشارد. وبعدها بنشوف لينزي بعد ما اتعالجت والشرطيين بيكونوا موصلينها البيت اللي كان ريتشارد حاجز فيه أوضة. ولينزي بتدخل البيت وبتدي الراجل اللي في الاستقبال حجز الأوضة وبيسألها هي اللي جت امبارح، بتعرفه إن اللي جت امبارح كانت أختها. والراجل بيقول لها إن أختها امبارح جت وسابت شنطة كبيرة وقالت إنها تاخدها بكرة. ولما بتطلع لينزي الأوضة بتلاقي الشنطة، بتفتحها بتكون مليانة فلوس، ولينزي بيحصل لها صدمة من المبلغ. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة واستنونا في الملخصات اللي جاية.